الغرابة دي هي اللي خلت الناس ما يكادوا يفهموا، بل الحقيقة ما بيتناولوا الموضوع بجد. بيفتكروا واحد مثلا طلع من الأزهر أو طلع من المعهد عندنا أو درس دراسة وظيفية للإسلام، بيفتكر أنه العلم عنده هو ما بيؤخذ من إنسان تاني، وعندهم أنه الإسلام الكلمة الأخيرة قيلت فيه، ما في حاجة مستأنفة تجي من جديد. نحن عندنا الأمر بخلاف ده، أنه مستقبل الإسلام كله قدامنا، بل عندنا اتجاه لكتاب ما خرج لغاية الآن، العهد الذهبي للإسلام أمامنا، وأنه ما درسوه هم من شريعة بالصورة دي ويتوظفوا فيه وتخصصوا فيه. نحن بنعتقد أنها شريعة مرحلية جات لتخدم غرض مجتمع متخلف، لتجهز البشرية في خلال 14 قرن لتستعد لأن تحل مشكلة إنسان القرن العشرين، الإنسان الكوكبي ده. الإسلام يبعث في المستوى ده، بعث الإسلام في المستوى ده، تطوير الشريعة بالصورة دي منكرة عندهم كل الإنكار، وجايز عندهم عذر في الغرابة الشديدة دي، لكن في غرض نفوس، في معنى أنه الميدان ده ما حقه ينافسوا فيه هم، يعني الدين يؤخذ منهم ما يأخذوه هم من غيرهم. التشبيه جاي من عوامل كثيرة.